أبدأ بحمد الله والثناء عليه، وبالصلاة على المبعوث رحمة للعالمين، خير من وطأت رجليه الشريفتين هذا الكون. وبتحية المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، نتمنىكم تكونوا ملاح كاملين. الأصل في العبادة ما كتعللش، العبادة لا تعلل. علاش؟ العبادة هي واحد الأمر ونهي رباني من الله جل وعلا، إذن فيها أمر افعل وفيها نهي لا تفعل. إذن احنا ما علينا إلا السمع والطاعة بلا نقاش، بلا ما نبقى نقولوا علاش وكيفاش. نعطيو مثال. الله جل وعلا كيقول في محكم تنزيله: ولا تقربوا الزنا. كان قادر يقول ولا تزنوا، علاش ما قالهاش؟ لأن الإسلام هو وقائي بالدرجة الأولى قبل ما يكون علاجي، كيحذرك من الحاجة قبل أنك توقع فيها. إذن الإسلام هو وقائي قبل ما يكون علاجي. إذن ما تجيش انت وتعلل وتقول معليش أنا ممكن نقرب الزنا، أنني مثلا نفرد بامرأة لأنني واثق من نفسي أنني ما نزنيش بها. هذا خطأ، لأن النهي الرباني كيقول لك ما تقربش الزنا، ما تقربش الحوايج اللي تؤدي بك للزنا. مثلا بحال مثلا الخضوع بالقول مع امرأة، يعني الشيخة مع شي امرأة، الانفراد بامرأة، يعني مثلا تهزها في اللوطو مثلا انت وياها، أو تقول ما فيها بس مثلا هزها في اللوطو، تكون انت وياها منفردين، أو تكون في شي دار انت وياها بوحدكم، أو النظر. هذه كاملة أسباب مؤدية إلى الزنا. هذاك علاش الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا. إذن الخلاصة واش هي؟ الخلاصة هي أنك خصك تمتثل للنهي نتاع الله جل وعلا في العبادة، واخا ما تكونش عارف العلة، يعني سواء عارف العلة أو ما عارفهاش. إذا كنت عارفها يكون من الأحسن. لماذا؟ لأن غادي تكون أنت غادي تقوم بهذيك العبادة أحسن قيام، لأن عارف السبب. نجيو لعبادة الصيام، كيقول فيها الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام هو كعبادة هو فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. علاش؟ لتطهير الجسم وتطهير هذيك الروح اللي في هذاك الجسم. وداروا علماء كتار بحوث باش يعرفوا واش كيوقع لجسم الإنسان في الفترة ديال الصيام، وهكذا اكتشفوا أمور مذهلة وعجيبة، وعرفوا واش هو أثر الصيام على جهاز المناعة، وعرفوا أيضا واش هو أثر الصيام على جسم الإنسان بشكل عام. من هاد العلماء واحد العالم ياباني كان حصل على جائزة نوبل في 2016. واش دار هاد الياباني؟ دار واحد البحث حول أثر الصيام على صحة الإنسان. ولخص هذا البحث واش كيقول؟ كيقول لما يجوع جسم الإنسان كتوقع واحد الظاهرة طبية غريبة كيسميوها بالالتهام الذاتي، اللي من خلال هذه الظاهرة كتلتهم أو كتاكل خلايا الجهاز المناعي، الخلايا الضارة أو السمية،
وحتى الخلايا الدهنية، بالإضافة إلى الخلايا القديمة، وبالتالي كتقوى خلايا الجهاز المناعي، ومن طبيعة الحال غادي تكون عندنا مناعة قوية. وهذا كيساعد من طبيعة الحال في محاربة بعض الأمراض بحال مرض السرطان، مرض عدم الاتزان اللي كيكون عند الأطفال الصغار، والشلل الرعاش، والزهايمر، وحتى الشيخوخة. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال واحد المقال لواحد من أكبر الباحثين في الطب الألماني. واش كيقول فيه؟ كيقول فيه بأنه استخدم الصيام لمساعدة مرضاه المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، الروماتيزم، أمراض البطن، شقيقة ديال الراس، كذلك آلام المفاصل. فلما كناكلو واش كيوقع؟ لما كناكلو الجسم كيفرز مادة الأنسولين، وهذا ما كيساعدش على العملية نتاع الالتهام الذاتي اللي كتفكك من خلالها الخلايا الصلبة أو القوية المكونات القديمة المحطمة، وكتبني خلايا جديدة. إذا الخلايا هنا واش كدير؟ كتاكل نفسها، وكيساعد الالتهام الذاتي في إبطال شيخوخة الخلايا وبناء المناعة. كما أن الصيام واش كيدير؟ كيساعد على صحة المخ والتمتع بالسعادة. إذا بهاد البحوث اللي ذكرت لكم واللي فيهم علماء ماشي مسلمين توصلوا لحقيقة الصيام اللي كتبين لنا مقاصد الصيام من الناحية الكونية والطبية، اللي هي تطهير الجسد، إلى جانب المقاصد الشرعية للصيام اللي هي تطهير الروح. إذن وحنا كنصومو خصنا نوازنو ما بين تطهير الجسد وتطهير الروح، ونعرفو كيفاش نصومو. إذا الله سبحانه وتعالى ما فرضش علينا الصيام غير هكاك عبثا. الله سبحانه وتعالى دائما كيبغينا نكونوا في صحة جيدة، وهذا اللي كيبينه سيد النبي عليه أزكى السلام لما كيقول صوموا تصحوا. ولكن الصيام كيفاش كيكون؟ وإلا بغينا أن الالتهام الذاتي وعملية الالتهام الذاتي تكون ناجحة، فخصنا نصوموا الصيام الحقيقي اللي كيقوم على الجوع. إذا صوم بالنهار وما تاكلش بالليل بزاف. إذا بهذه النصيحة نختم هذا الفيديو، هذا اللقاء معكم أحبتي في الله، على أمل إن شاء الله نلتقي بكم في فيديو جديد وفكرة جديدة. نتمنى أنكم إن شاء الله تدعمونا باش نستمر إن شاء الله في العطاء. إلى اللقاء. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه،